أن يغادروا اسطنبول بعد ذلك بساعات قليلة، على أن اللافت في خطوة العتاب أنها تأتي في وقت تستمر فيه التحقيقات التركية للوصول إلى أدلة قاطعة تكشف من خلالها ملابسات ما جرى مع الإعلامي السعودي، إذ أكدت مصادر تركية مطلعة للجزيرة امتلاك مراجعته مبنى القنصلية ظهر الثاني من تشرين أول أكتوبر الجاري، لكن بعد دقيقتين فقط من جلوسه في المكتب دخل إليه أشخاص خاطبوه بلهجة حادة، ثم بدأوا يكيلون له الشتائم والضرب. تظهر التسجيلات الصوتية كما تقول المصادر صوت جمال وهو يتحدث عن محاولة ضربه بإبر. بعد 4 دقائق من الضرب والأصوات ينقطع صوت جمال خاشقجي. استنادا لمصادر فإن خاشقجي نقل من غرفة القنصل لغرفة أخرى جثة هامدة ثم قطع لاحقا وفق تصريحات مسؤول تركي لقناة CNN الأمريكية، في حين أكدت مصادر تركية مطلعة للجزيرة أن مدير الطب الشرعي بالأمن العام السعودي صلاح الطبيقي هو من قام تحديدا بتقطيع جثة خاشقجي داخل القنصلية، وأن التسجيلات كشفت أن الطبيقي طلب من زملائه سماع الموسيقى خلال تقطيعه لجثمان خاشقجي. وعلى ما يبدو فإن رهان الأجهزة الأمنية p.m. after leaving his 2 phones with his fiancée, telling her to get help if he didn't come back out. A Turkish source told the Middle East Eye that shortly after Khashoggi was led into the Consul General's room, 2 Saudi agents entered and dragged him out. The 59-year-old was taken into another room and later killed. His body was then dismembered with a bone saw in a 3rd room. Newspaper Sabah claims Khashoggi's Apple Watch recorded his ordeal inside the consulate and sent it to his phone and iCloud, though many have questioned whether this is technically feasible. Buried in the garden of the Consul General's residence.